النيابة العامة تدخل على خط فضائح سناب شات قبل البدء فضلا وليس أمرا. المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. فتحت مصالح النيابة العامة تحقيقا في الفضيحة التي تخص انتشار صور وفيديوهات مخلة لمغاربيات التقطنها لأنفسهن أو التقطت لهن دون إذنهن في وضعيات عارية أو شبه عارية، وتم نشرها من طرف الهاكرز في مجلدات ضخمة. ووفق ما كشفه المبرمج وخبير المعلوميات أمين رغيب على صفحته على موقع فيسبوك، فقد تم تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن هذا التحقيق من شأنه أن يؤكد صحة المعطيات التي أدلى بها سابقا في الموضوع. وقال رغيب في بث مباشر على صفحته على الفيسبوك يوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري إن مجموعة هاكرز اخترقوا تطبيقات الصور كثيرة الاستعمال خاصة من طرف الفتيات وعلى رأسها سناب شات، وعمدوا إلى قرصنة الصور والفيديوهات الحميمية وعرضوها في مجلدات رقمية على الإنترنت. وأوضح رغيب أن الصور والفيديوهات حصل عليها المخترقون من تطبيقات الصور الشهيرة والكثيرة الاستعمال أو المشبوهة خاصة سناب شات، حيث تقوم الفتيات باستعمال فلترات الصور التي يوفرها السناب شات وتعمل على حفظ التغييرات لديها في الهاتف دون نشرها للعموم، ظنا منها أن الصور لن يصل إليها أحد، قبل أن تكتشف عددا من الحالات التي تواصلت معه أنه تم الاستيلاء على هذه الصور ورفعها في مجلدات على الإنترنت.